اوثقوا فيي وتعالوا نعمل أطيب متومة في بيوتنا زي تبعت المطاعم وكمان أطيب. المقادير بالكاسات وبالمعالق المعيارية. عندي كاستين من المي الباردة نزلت عليهم نص كاسة من النشا، بقلبهم على البارد، بتأكد انه ما في ولا اي كتلة الا دابت معي، وباخدهم على النار الوسط بدون ما اشيل ايدي، بضلني اقلب لحتى يصير شكله مثل المهلبية او الكريم زي ما بتشوفوا معي بالضبط. بتركه بصحن لحتى يبرد 100% وبتأكد انه برد. بعدين ببدأ بالخطوات. عندي 5 حبات صغار من الثوم، بنزل عليهم معلقة صغيرة من الملح وربع معلقة صغيرة من ملح الليمون. شوفوا كيف برد معي مثل الصحن، يعني حتى لما اخبطه على الصحن ما بتفتت معي، هيك بكون بارد. ببلش اخلطهم مع بعضهم، وطبعا تقدروا تعملوه بالهاند بلندر او بالخلاط اللي اسهل لكم. بضيف طبعا على المكونات معلقتين كبار من الخل، وبنزل عليهم معلقتين كبار كمان من الليمون. وهلا هون في اضافه اختياريه، اذا بتحبوا تضيفوها ضيفوها، ما بتحبوا خلص خليكم على باقي المكونات. هي بياض بيضه، بس انا بفضل تضيفوها لتعطي الطعم الاصلي للمتوم الحقيقيه. بنكمل خفق وبنضلنا مستمرين لحتى يتغير لونه للفاتح ويصير فيه رغوه. بعدين ببدا انزل بالزيت مثل الخيط، نقطة نقطة يا دوب بالتدريج. عندي كوب واحد من الزيت النباتي، بنزلهم بالتدريج، بكمل خفق، وبنزل عليهم 4 مكعبات من الثلج، وبقعد بخفق 5 دقائق. أهم ملاحظة إني أحكيها لهذا الفيديو إنه الضروري إن إحنا نستعمل كل المكونات تكون باردة قبل ما نخلط وبعد ما نخلط. يعني قبل ما نخلط بياض البيضة والزيت وأي شيء بدنا نستعمله حتى النشا مع المي اللي عملناه، ضروري كل شيء يكون بارد قبل. وكمان بعد الخلط بناخده مباشرة على الثلاجة. شوفوا بعد نص ساعة، يعني أنا ما لحقت أحطها بالثلاجة، على السريع تماسكت. معروف إنه المتومة أول ما تفوت الثلاجة بتتماسك، فيعني بتبطل مرقة، راح تتماسك مباشرة معكم. طعمها كان بجنن، وإذا حدا عنده استفسار اسألوني، وشكرا.